خط الهجوم هنا اللي فيه كلام كتير وفيه اشارات كبيره لازم نقولها لصبري اللموشي المدير الفني لمنتخب تونس. حمل خط هجوم منتخب تونس مفاجآت عديدة، حيث منح اللموشي الفرصة لعدد من الأسماء الشابة والمحترفين في دوريات مختلفة، مثل خليل العياري. خليل العياري لاعب الملعب التونسي السابق ولاعب باريس سان جيرمان الرديف حاليا، واللي إن شاء الله بإذن الله نشوف مع الفريق الأول لباريس. أعتقد دي أول مرة يتواجد مع منتخب تونس هو وريان اللومي لاعب فرانكفوفر، الى جانب عناصر محليه زي فراس شواط لاعب النادي الافريقي وعمر بن علي لاعب النادي الصفاقسي. كنت بتكلم انا على قصه عمر بن علي وكنت بتكلم على فراس شواط، هدافين الدوري التونسي يستحقوا عن جداره ان هم يكونوا موجودين مع المنتخب التونسي. سكه ودغري الاثنين دول يستحقوا ان هم يكونوا موجودين، سواء فراس او بالنسبه لعمر بن علي، اثنين مهاجمين يعني سنهم صغير وقادرين ان هم يشكلوا اضافه بالنسبه للمنتخب التونسي، وتحديدا عمر بن علي وكمان فراس، بس عمر اصغر شويه من فراس. كما تضم القائمه كل من الياس سعد لاعب نادي هانوفر، وسبستيان تونكيتي لاعب سيلتيك، ولؤي بن فرحات، وده الظهور الاول للؤي لاعب كارل كارل سيروا وعوده سيف الله الطيف لاعب جروسر، وعوده كمان حمزه المستوري او تواجد واستمرار حمزه المستوري لاعب دينامو، وتواجد لانيس السعادي لاعب سان دييجو. قايمه قويه في خط هجوم منتخب تونس، وده اللي الجمهور التونسي كان مستنيه. احنا بقى عايزين نشوف اسماء في الملعب للمره الاولى زي لؤي بن فرحات، عايزين نشوف تركيبه هجوميه قويه بالنسبه للمنتخب التونسي. دلوقتي انت عندك حلول كتير، يعني دلوقتي انت عندك حلول كتير، عندك مثلا لعيبه زي خليل العياري ممكن تديله ناحيه اليمين، ممكن تدي الريان اللومي برضه فرصه، ممكن تدي للاعب زي سبيستيان توناكتي